السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي يسرى شانيل. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقتي في تحضير طاجين ديال الحوت. كيجي رائع ولذيذ وبمرقه اللي كتجي خاتره. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايكات ديالكم، متابعه القناه ديالي والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. بسم الله على بركه الله. كنحتاج لجوج ديال الحوتات اولا السمك. عندي بطاطا مقطعها دوائر والجعده ولا الجزر ولا خيزو على حسب كل منطقه شنو كيسميوها. حنايا في الشمال كنسميوها الجعده. عندي مطيشه مقطعها دوائر والفلفله والليمون، هذا يحتاجو في التزيين مع الطاجين. وعندي الفلفل الحار. هنايا دقيت الثومه مع القزبر وعملته في الاناء اللي غنخلط فيه الترميله. بامكانكم تطحنوا في الهاشوار الترميله، انا احتاجت غير المهرز دقيت فيها القزبر والثومه. غنضيف الملحه والكمون واليبزر والقليل من التحميره او البابريكا على حسب الذوق. انا ما عملتش التحميره بزاف، عملت غير شويه. كنضيف عصير واحد الليمونه عصرته. كنعمل واحد كاس ديال الزيت وكنخلط الترميله. بالنسبه للتحميره قلت لكم ما عملتش بزاف حيتاش كنضيف لاصوص ديال المطيشه. كنعمل 2 معالق كبارين وغادي نبدا نتشرمل. دابا السمك ديالي اولا الحوت ندخل فيهم التشرميله مزيان، عاد نتشرمل الخضره. من بعد ما تشرملت الحوت دابا غادي نبدا نتشرمل البطاطا. غادي نحاول ندخل التشرميله في الخضره كامله قبل ما نستفها في الطاجين. كنكب شويه ديال التشرميله في الاناء اللي عندي فيه بطاطا وكنبدا نخلط. تندخل التشرميله مزيان في البطاطا. كل واحد وطريقته في تحضير الطاجين. وغادي نضيف الجعده ولا الجزر والطماطم في وسط التشرميله عاوتاني حتى هما غادي نتشرملو مزيان. غنبدا نستف معكم الطاجين. بالنسبه لي انا كنبدا نستف في الاول الجعده ومطيشه، هيدا كيساعدو الطاجين ما كيتحرقش من القاع وما كيتلصقش. كل واحد شنو كيعتمد طريقته شنو يعمل في القاع ديال الطاجين. انا كنعتمد الجعده ومطيشه، وشي مرات اذا ما كانتش عندي الجعده كنكتفي غير بمطيشه. من بعد كنعمل البطاطا من الفوق كنستفها مزيان. البطاطا من الاحسن من تكونوا كتقطعوها، ما تقطعوهاش غليظه بزاف باش هي كتسهل عليكم حتى في الطياب. من بعد ما استفت البطاطا غادي نعمل الحوت من الفوق، وعاد غادي نبدا نزينو بديك مطيشه والفلفله دوائر والحار والليمون. بالنسبه للتستيف ديال الطاجين كيعتمد كل واحد وطريقته في التستيف. انا كنستف غير عشوائي وهيداك كيجي لذيذ ورائع في المذاق. نتمنى تجربوا طريقتي ويعجبكم. قبل ما نكمل معكم فيديو ونشارك معكم الشكل النهائي ديال الطاجين، بغيتكم تدعموا واحد الصديقه ديالي يلاه فتحت القناه. جاتها فكره عملتها هي قناه وقالت لي نساعدها باش تفتحها، ويلاه كتحاول تاقلم مع التصوير مع المونتاج. مهم بشويه بشويه ان شاء الله تفهم. انا بدي قناتي باقا صغيره، ولكن هيداك بغيت نشجعها ونساعدها. اي وحده شافت هذا الفيديو ولا من المتابعين ديالي يدخلوا لعندها يدعموها بلايك باشتراك في القناه كومنتر مزيون ولا من طرف يسرى ولا يخليو لها قليبات. وشكرا لكم. غنخلي لكم القناه ديالها هي هذه، وغنخليها لكم في اول تعليق وحتى في المنتدى ان شاء الله. دابا مرقت الطاجين ديالي بكاس ديال الماء وغادي نقص على البوطه ونخليه يطيب في المهل. كنغطي الطاجين مره كنطلل عليه وكنضيف القليل من الماء حتى كتبان لي البطاطا بدات كطيب والخضره يعني طاب الطاجين ديالي. كنخليه يتشحر مزيان. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، واذا وصلتوا لاخر فيديو ما تنساوش تخليوا لي تعاليقكم ولايكاتكم وتبارطاجيو الفيديو يا احلى متابعين. شكرا لكم على حسن المتابعه. لله يخطيكم عليا. في امان الله وحفظه، مع فيديو اخر ان شاء الله.